مشاهديني للتعليم العالي، مرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم مصر. النهارده حديثنا عن مفهوم مهم جدا، يعني ايه رئيس؟ معانا ومع حضراتكم النهارده المستشار مجدي ياسين رئيس الجمعيه المصريه لحقوق الانسان. برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. كمان معانا دكتور جميل محمد المستشار المالي والكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بحضرتك معانا دكتور جميل. يعني ايه رئيس؟ تالي كلمه فضفاضه وكبيره جدا دكتور جميل. يعني ايه رئيس بالنسبه لحضرتك كمواطن مصري اولا، قبل ما نتكلم عن حضرتك ككاتب ومحلل سياسي؟ اول بسم الله الرحمن الرحيم، احب اشكرك على الدعوه واشكر كل الناس اللي هنا في الاعداد وفي الاستوديو. وكلمه رئيس هي كلمه بتبدا من رئيس شركه او رئيس مؤسسه بتوصل الى رئيس الجمهوريه. الاهم من مفهوم كلمه يعني ايه رئيس، يعني ايه رئيس جمهوريه مصر العربيه. عايز اقول له انت رئيس جمهوريه مصر العربيه. عشان ترقص مصر العربيه انت لازم تكون عارف ان انت بنتكلم على مساحه مليون متر مربع. انت بتتكلم على 86 مليون مصري، بتتكلم تقريبا من 20 ل 25 مليون اسره. انت بتتكلم على بلد كبيره قوي، بلد عابره للقارات، بلد في موقع ممتاز. طبعا انت بتتكلم يعني لو كلمتك على مصر اكلمك على مصر الاهرامات ولا مصر، اكلمك على مصر الاهرامات ولا مصر السياسه ولا الاقتصاد، اكلمك على مصر المساحه ولا النيل ولا البحر، اكلمك على علاقتها بافريقيا ولا بالعالم العربي ولا بالعالم الغربي، اكلمك على البحر المتوسط ولا اكلمك على البحر الاحمر، اكلمك على الحضاره الفرعونيه ولا الحضاره المصريه ولا الحضاره اكلمك على ايه ولا ايه ولا ايه. هل انت مستوعب يعني؟ هل عارف يعني انت هتكون رئيس لايه؟ هو ده اهم ما في مفهوم الرئيس من وجهه نظري. صحيح، كلام مهم جدا دكتور جميل. والحقيقه نروح لحضرتك سياده المستشار، احنا عايزين نعرف منك بالنسبه لك كمواطن مصري يعني ايه رئيس؟ رئيس في مصر طبعا بالنسبه لنا شخص يستطيع ان هو يؤم مصر للامام، بحيث ان هو يقدر يغير يا مصر. رب ان شاء الله. تكون طموحاته اعلى من طموحات كل الشعب المصري، بحيث ان هو يقدر يحقق طموحات كل مواطن مصري من اول اقل مواطن لغايه اعلى مواطن. شخص يقدر يحقق العداله الاجتماعيه الحقيقيه اللي مفتقدها مصر بقالها تاريخ. شخص يقدر يخلي مصر قبل الدول كلها، شخص يقدر يرجع لمصر مكانتها على مستوى العالم، شخص يقدر يحقق حلم مصر انها تغير العالم كله وتخلي العالم يمشي وراها. بدل ما احنا لغايه دلوقتي نعتبر في ازيال الامم. مصر ما اتخلقتش عشان كده، مصر اتخلقت من البدايه عشان تكون قدوه للعالم. بدليل حضاراتنا كلها، حضاراتنا كلها هي مصدر الحضارات، فلازم ترجع لها المكانه دي على ايد الرئيس ده بالفريق اللي هيكونه. ولازم يكون فريقه مش الحكومه بس، فريقه هو الشعب كله. طبعا. طيب الحقيقه عايزين نعرف بقى من حضراتكم اولا دكتور جميل، حضرتك مستشار مالي وكاتب ومحلل سياسي، تحلل الوضع الاقتصادي في مصر ازاي؟ وهل الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه دلوقتي يعني ينبئ عن الخروج منه، ولا اذا حصل حاجات معينه ولا لا؟ طبعا لا شك ان الواقع الاقتصادي المصري يتاثر بالمراحل او بتاريخ كبير قوي، تاريخ على مدار سنين طويله قوي حصل فيها الحقيقه خبطات موجعه جدا للاقتصاد المصري في السياسه. الاقتصاد المصري الحقيقه بيرتجل، وده واقع احنا لازم نعيه، ويجب ان احنا نشرك كل الناس فيه، وكلنا لازم نشارك في حل هذه المشكله. الاقتصاد المصري من مراحل، من سنه 1883 لغايه 56 عدى بمرحله كان القطاع الخاص فيها بيستوعب من الاقتصاد المصري اكتر من 90%. دخلنا بعد كده على الخصخصه والتاميم، واشتغلنا بفكر اشتراكي بحت من سنه 56، واممنا كل القناه، واممنا كل الشركات الفرنسيه والبريطانيه، وخدنا كل املاكها واشتغلنا، وكان القطاع الحكومي هو اللي بيتولى مسؤوليه الاقتصاد في مصر، لدرجه انه وصل مساهمه القطاع الحكومي في الاقتصاد المصري لاكثر من 90%. يعني اتقلبت الايه. بعد كده بدانا مشينا كده لغايه سنه 74 لما عملنا قانون ان يبدا القطاع الخاص يدخل تاني في الاقتصاد المصري. فعايز اقول لحضرتك ان الاقتصاد المصري اقتصاد معقد اكبر بكتير من ان يقعد اي رئيس يتكلم فيه بمنتهى البساطه في برنامج تلفزيوني ويحط حلول بسيطه وكأن احنا ما عندناش مشاكل، والمشاكل تتحل بجره قلم. لا، الاقتصاد المصري يا جماعه اقتصاد معقد جدا. احنا من احسن تاني اقتصاد بعد السعوديه تنوع. احنا اقتصادنا متنوع جدا، ودي ميزه مصر بتاخدها. احنا رقم 11، السعوديه ما عندهاش نيل وما عندهاش سياحه على فكره. مثلا احنا رقم 11 في الشرق الاوسط. احنا رقم 11 في الشرق الاوسط اقتصاد. احنا الثاني بعد جنوب افريقيا
في الناتج المحلي. تمام. مع احترامنا للتصنيفات دي يا دكتور جميل، لكن هل شايف انه مصر المفترض تكون في يعني الحقيقه متوسط التصنيفات كده، ولا في مقدمه التصنيفات، لان عندها من الموارد الغير مستغله يعني الكثير جدا؟ يعني لو اتكلمت بس عن مورد واحد اللي هو السياحه اللي غير مستغله في مصر، منها السياحه الدينيه مثلا، السياحه العلاجيه، مش بس سياحه الاثار، لكن مثلا عندك سياحه ثقافيه، سياحه ندوات، سياحه مؤتمرات، كل الانواع دي اذا استغلت هتبقى شيء مختلف. عندك موارد في رمل سينا بس وفي معادن سينا غير مستغله، لو اتضخت في الاقتصاد المصري تبقى حاجه تانية خالص. طيب انت اتكلمتي في موضوعين مهمين جدا، تعالي نتكلم عن السياحه. السياحه في مصر في ال3 شهور الاولانيين عملوا يعني عملنا تقريبا 1.4 مليار دولار، وده رقم بيقل 43%. اي 3 شهور 3 شهور الاولانيين في السنه، يعني السنه دي في 2014 ال3 شهور الاولى من 2014 عملنا 1.4 مليار دولار، وده رقم قليل جدا، بيقل كتير عن السنه اللي فاتت. عايز اقول لك وصل ل 43%. فادي موضوع السياحه احنا لازم نشتغل عليه، ومفيش شك ان احنا عندنا ازمه كبيره. انت كده وانت عندك كارثه في السياحه، حضرتك اشتغلت ب1 مليار دولار. 1.4 كنت مليار. في فتره الرئيس المعزول مرسي كنت بتطمح انك تاخد من صندوق النقد الدولي 3.8 مليار دولار، فانت بتتكلم على مليار دولار في عز الازمه وفي عز ما الدنيا بايظه تماما، دخل لك مليار. طبعا. تعالي نشوف الاقتصاد المصري اللي حضرتك بتقولي احنا عندنا ثروات كتيره جدا. تعالي نقول الثروات الغير مستغله، احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا قطاع التعدين مثلا، احنا عندنا انت عندك قانون كارثي تم اصداره سنه 74، ده قانون بتاع المحاجر، بتاع المحاجر واستخراج البترول. ده حضرتك عارف الناس بيه يا دكتور جميل. بالظبط كارثي، وده قانون لازم نشتغل عليه. 64 سنه 64 القانون دوت بيسمح لك انك تبيعي كل الخامات بتاعتك، تخرجيها وتديها للناس كده ماده خام مقابل. يعني هكلمك مثلا كماده خام كمان، دي كارثه كماده خام. انا هكلمك على صناعه الاسمنت وتستوردها بعد كده بعمله صعبه، مواد منتجه. انت طن الاسمنت بيحتاج لطن ونص خامات. الطن ونص الخامات دوت القانون ده بيسمح انك تدي للمستثمرين الخامات ديت تقريبا بدون مقابل. تاني يا دكتور جميل عشان برضو توضح حضرتك للساده المشاهدين النقطه دي نقطه مهمه جدا، ولانه طبعا انت بتتكلم على الاسمنت ده اللي هو اصلا طول النهار في ارتفاع في اسعاره، والحديد برضو في ارتفاع في اسعاره، لانه عندك قوانين اهي يعني فعلا هي اللي تسهل للمحتكر ان هو يحتكر، وتسهل للشخص اللي عايز يتاجر في هذا الموضوع يتاجر فيه بشكل كبير جدا. هو يحقق ارباح والمواطن المصري يطحن وما يلاقيش الحديد والاسمنت، بعد كده تلاقي يعني العقارات في مصر غاليه جدا. ما هو ده يعني بالتبعيه بيأثر بعد كده على يا فندم. انا كلمتك على المنتج. انا لو قلت لك القطاع الاقتصادي الغير رسمي، انا هكلمك مثلا على القطاع الاقتصادي الغير رسمي. القطاع الاقتصادي الغير رسمي في مصر، انت لو سجلت انت عندك 92% مثلا قطاع العقارات، عندك 92% من العقارات في مصر مش مسجله، ده اقتصاد 92%. انت عارفه لو سجلنا ال 92% دول المسجلين وعرفنا حجم الترانزاكشن الاقتصاديه او حجم التدخل الاقتصادي فيها، احنا بنتكلم في 463 مليار دولار. 463 مليار دولار بس في قطاع صغير. لو انت بس اشتغلتي وكان عندك الاراده السياسيه. خلينا متفقين ان احنا من غير اراده سياسيه مش هنوصل لشيء، وده اللي احنا عايزين نتكلم عليه ونرجع تاني. يعني ايه رئيس؟ بس هنقف مع حضرتك دكتور جميل وسياده المستشار ونروح لتقرير سريع، وبعد التقرير نكمل كلامنا. انتظرونا. عايز والله ما يبقاش فيه محسوبيات، وموضوع الوسايط ده ما يبقاش فيه وسايط، يبقى كله يعني كل سوا، يعني الشعب كله يبقى يتعامل واحد، يعني ما فيش واحد يبقى معاه واسطه يتوظف، واحد ما معهوش واسطه ما يتوظفش، ويبقى في عداله اجتماعيه. حقق الديمقراطيه في البلد، وعايزين فرص عمل يعني، وقضاء على البطاله، وفر لنا عيش وحريه وعداله اجتماعيه. هي الحاجات الوحيده اللي بنطلبها دي كل مره، يعني مطالب اساسيه، مش مفيش حاجه تانية يعني منه. فرصة عمل وكله يعني عايز شغل، مفيش حد شغال ولا زي كده. انا عايز رئيس يتقي الله في الشعب، ومؤسسة كمان ناس تعينه، البطانة بتاعته ما تكونش بطانة فاسدة، بطانة تكون بتعمل لصالح الوطن. انا عايز اول حاجة ان يجي يكون حاطط في دماغه ان من ساعة الثورة قامت مفيش حاجه اتحققت لشعب مصر، فبالتالي هو معروف ان اللي هيجي ده فيه مطالب كتير جدا للمصريين، فبالتالي ان هو المفروض اللي هيجي ده لازم يحقق المطالب دي. اول حاجه احنا عايزين الامن، ده اول حاجه. الامن ده يخلينا، لو الامن اتظبط هيخلي الدنيا دي كلها بناء على الامن موجود ومنتشر ومكثف،
هيخلي الدنيا تمشي كل حاجه، في المرور، في الصحه، في الشوارع، في السياحه، في كل حاجه. انت تروح شغلك مبسوط وترجع مبسوط وتبقاش خايف، البنت تخرج من بيتها ما تبقاش خايفه، ترجع ما تبقاش خايفه. ده الامن نمره واحد. تاني حاجه في حاجه هنا في بلدنا، في عندنا فقر كتير جدا، فقر جامد. في ناس غلابه، في ناس فقراء، في ناس تعبانين صحيا، في ناس مش لاقيه تشتغل، في الحرفيين. كل ده لازم رئيس الجمهوريه يبص لان ايه الحاجه دي نسبه كبيره جدا. يعني عندك حوالي 60% من الشعب المصري، ده الكلام اللي انا بقوله له، انا واحد من ضمنهم، انا راجل حرفي، يوم ما يشتغل و10 ما بيشتغلش، وفي زي كده ملايين. فبالتالي ما يبصش للناس اللي هي بقى ايه، يعني الناس اللي مبسوطه دي اللي معاها فلوس ماشي اوكي، ماشي معاها فلوس ممكن تحل مشاكلها بالفلوس، لكن انت بص هات من الفقير لفوق. ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه بنستكمل كلامنا عن يعني ايه رئيس. لسه مشرفنا سياده المستشار مجدي ياسين ودكتور جميل محمد. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه. نبتدي مع حضرتك سياده المستشار، وشفت المطالب اللي بيقولها الشعب المصري، الشارع المصري مطالبه والله بسيطه جدا. مطالبه بسيطه جدا وحقه. لان طبعا اذا الرئيس اللي جاي ما عرفش ايه هم اكبر اعدائه، هو له عدوين رئيسيين، الفساد والوقت. لانه يعني ما عندوش وقت، لازم يتخذ اجراءات سريعه جدا للقضاء على الفساد، لان حضرتك لو قضيتي على الفساد هتوفري فعلا مبالغ طائله. لو قدرتي تحققي العداله الاجتماعيه وتحققي الحد الادنى والحد الاقصى للاجور، هتحققي جزء من العداله الاجتماعيه، مش العداله الاجتماعيه كلها. العداله الاجتماعيه عشان تحققيها مش معناها انك انت تفقري الغني وتغني الفقير، لا، معناها انك انت تقدري تخلي الفقير يبقى غني وتخلي الغني غني زي ما هو، بس مش الغني بتاع الحكومه بتاع الحد الاقصى للاجور، لا، الحد الاقصى للاجور ده موظف بتاع ال10 رجال الاعمال اللي في ايديهم كل استثمارات البلد، رضي ان هو يكون موظف. لا، بص هقول لحضرتك حاجه، القطاع الخاص في نظري يعني يستحق ان هو يكبر، بس بمساعده طبعا يدعم، ما فيش مشكله، ومعاونه الحكومه. لازم يكون في رقابه من الحكومه على القطاع الخاص، بحيث ان القطاع الخاص ما يظلمش وما ياكلش حق الشعب، ما يتحولش لانه هو يبقى قطاع شرس. ده يوضحوا لنا يمكن دكتور جميل سياده المستشار، لان الجانب الاقتصادي في الموضوع الاستثمار ده طبعا حضرتك اعلم بقوانين الاستثمار، وازاي ممكن نشجع المستثمر سواء المصري او الاجنبي بدون ما يكون يعني في الحقيقه يعني مكتسبات كتيره جدا على سبيل الصناعه الوطنيه دي من ناحيه، وعلى سبيل برضو انه بياخد كل الدعم وكل المكاسب بتوصل للعامل الاخير او للصنع الاخير الموجود عنده، ما بيوصلوش حاجه. لكن اولا ليك تعليق دكتور جميل على التقرير؟ طبعا انا احب يعني اعلق على التقرير قد ايه الناس البسيطه ديت، وقد ايه فعلا احنا محتاجين لفطريه الشعب المصري. هي لازم الرئيس القادم يشتغل على فطريه وذكاء الشعب المصري. اوعى تقول ان الشعب المصري جاهل او التعليم فيه، القصه مش قصه تعليم وعدم تعليم، القصه قصه ثقافه ووعي تقليدي ووعي في مجتمع بسيط. ما شاء الله. لو حضرتك اتكلمت، لو حضرتك شفت التقرير، وبص كلامه الراجل التقرير كله بيتكلم على ايه؟ على اهداف الثوره المصريه، عيش، حريه، عداله اجتماعيه. احنا بيتكلم على الحرفيين، على الامن، بيتكلم على فرصه عمل، بيتكلم على عداله اجتماعيه. وقال حاجه جميله قوي الراجل الجميل البسيط اللي قال عايز رئيس يتقي الله، عايز رئيس يتقي ربنا فينا، عايز رئيس يتقي ربنا في البلد اللي خدها. انا كجميل محتاج رئيس يعمل ايه؟ احنا عندنا فجوات كتيره قوي في مصر، لازم هو يكون عارف ان ده تحدي كبير جدا. عندنا فجوه بين المتعلم والغير متعلم، فجوه بين الغني والفقير، فجوه بين الاسعار والاجور، فجوه بين الدخل والاستثمار، فجوه في كل الفجوات اللي في مصر دي. عايزين واحد يسد كل الفجوات دي. الرئيس اللي يطلع النهارده ويقول انا هحارب الفساد، وانا هاخد كلمه سياده المستشار في محاربه الفساد. كلمه الفساد ده يتحارب بمنظومه متكامله حضرتك. احنا عندنا في مصر 41 جهه رقابيه ما عرفناش نحارب بيها الفساد. الفساد ده لازم نشتغل عليه. استنى عشان بتقول كلام مهم قوي يا دكتور جميل. عند حضرتك 41 جهه رقابيه، احنا عندنا في مصر 41 جهه رقابيه، وفي ظل ال 41 جهه رقابيه اللي كانت موجوده كان في نظام مبارك اللي كان للاسف الشديد كل المنظومه فاسده.
هتلاقي حاجات كتيره جدا، يعني رجال اعمال 10 12 اسم مسيطرين على الصناعه في مصر، 10 12 اسم مسيطرين على التجاره، اسم واحد مسيطر على الحديد. يعني حاجات الطرق الاراضي الصحراويه اللي اتاخدت واتعملت منتجعات بملاليم او تكاد يكون ما حدش دفع فيها حاجه وتتباع بعد كده كمنتجعات بملايين الجنيهات. كل ده عدى ازاي على ال 41 جهه رقابيه؟ وهل بقى المفترض ان احنا نعيد بقى غربله ال 41 جهه دي اذا ما كانتش تصلح انها تبقى مع الجمهوريه الجديده لمصر، يبقى احنا فعلا ننشئ جهات جديده بحياديه تامه وفيها شفافيه مختلفه عن الجهات دي؟ تعالي نشوف الاجهزه الرقابيه دي بنقسمها ازاي. احنا بنقسم الاجهزه الرقابيه في مصر لثلاثه كاتيجوري، يعني ال 41 دول بيتقسموا لثلاثه كاتيجوري. اول كاتيجوري رقابه ذاتيه، احنا بنسميه رقابه ذاتيه. وزاره الماليه بتراقب على الحكومه وعلى الجهه التنفيذيه وبترفع تقاريرها للجهه التنفيذيه. الشعب المصري العادي الطبيعي اللي عايز يراقب على الحكومه ما ينفعش يراقبها من خلال وزاره الماليه. خلينا متفقين على دي، لان انت بتنفذ سياسات سلطه تنفيذيه، انت واحد عضو منها، انت عضو من الحكومه. يبقى احنا محتاجين رقابه خارجيه ورقابه شعبيه. صح. دول النوعين التانيين. الرقابه الخارجيه ديت، النقطه دي يا سياده المستشار، الرقابه الخارجيه ديت بتتمثل في الجهاز المركزي للمحاسبات. احنا لازم نشتغل على الجهاز المركزي للمحاسبات، واعتقد ان الجهاز المركزي للمحاسبات عنده تحدي كبير جدا بعد الدستور الاخير. الدستور الاخير نصف وانصاف، ما اتنصفش في دستور جمال عبد الناصر. يعمل بحياديه تامه. دستور جمال عبد الناصر منع الجهاز المركزي للمحاسبات ان يحط ايده في الموازنه العامه للدوله، او ان هو يحط اي ملحوظه للموازنه العامه للدوله. النهارده احنا بنتكلم في دستور مصر الجديد، لا حطكم وحط بند كبير جدا. وبرده انا بشيد ببند مهم جدا في الدستور، ان يجب ان الموازنه العامه للدوله تشمل جميع ايراداتها ومصروفاتها، وده بند من وجهه نظري عبقري، لانه هيزود الموازنه العامه للدوله لاكثر من تريليون و400 مليون. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الجهه الرقابيه الخارجيه اللي هي مجلس الشعب. احنا النهارده مجلس الشعب بيرتجل، كل ما يحصل حاجه مجلس الشعب يقف. الكارثه بقى ان انت كمان المحليات بتقف معاه. يعني انت لو وقفت مجلس الشعب انت عندك مشكله كبيره جدا انك توقفي المحليات، لان الرقابه اللي بتعملها المحليات رقابه مهمه جدا. طبعا. فاحنا المنظومه الرقابيه كلها في مصر طبعا محتاجه شغل كتير. احنا محتاجين رئيس يشتغل على الجانب التشريعي والرقابي والسلطه التنفيذيه، ويكون عنده القدره على فصل الثلاث حاجات دول عن بعض عشان يقدر يشتغل. طيب دي نقطه في غايه الاهميه دكتور جميل. من وجهه نظر حضرتك احنا محتاجين جهه رقابيه تكون مواصفاتها عامله ازاي عشان اقدر اقول بلد دي ماشيه صح، ان في رقابه اصلا على الناس اللي بتشتغل؟ الجهات الرقابيه مش هتشتغل لوحدها. احنا زي ما قلنا احنا عندنا قانون المحاجر ضرنا كتير قوي وقانون كان فاسد. وحضرتك لما قلت الاحتكار دلوقتي وحضرتك اشرتي اليه، احنا عندنا قانون منع الاحتكار ومع ذلك في احتكار. يبقى عندنا جهات رقابيه وفي في فساد. انا مش شايفينها عندنا منع احتكار وفي احتكار. عندنا قانون المحاجر بيبيع خامات البلد بتراب من غير مقابل، ويستوردها بعمله صعبه بملايين بعد كده. انت عندك كنز في البحر الابيض المتوسط، كنز حصه مصر في النفط والغاز اللي في البحر الابيض المتوسط لازم يشتغل على الملف ده ملف شائك لازم يحط ايده عليه. يبقى انا النهارده اديتك حاجتين للرئيس القادم، حاجتين مهمين جدا، لازم يشتغل على الاقتصاد الغير رسمي، واديتك بس مثال فيه. احنا بنتكلم في 462 مليار دولار بس العقارات لو انت سجلتها ل 92%. ده انا اديتك عينه عشان وقت البرنامج وعشان وقت سياده المستشار، وبديكي ان البحر الابيض المتوسط لازم يحط ايده على الملف دوت. ملف ما حدش بيتكلم فيه وما شفتهاش في اي برنامج رئاسي. حصه مصر في البحر الابيض المتوسط لازم الرئيس القادم يشتغل عليها. لازم الرئيس القادم يشتغل عليها. ده نقطة مهمة جدا وبرضه عايزين نتكلم فيها أكتر دكتور جميل، لكن هنروح لحضرتك سيادة المستشار. ودكتور جميل أشار لنقطة في غاية الأهمية عن الرقابة على المؤسسات، وإنه في يعني جهات كثيرة جدا مفترض فيها إنها تراقب، لكن إحنا بقى عايزين نعرف الجمعية المصرية لحقوق الإنسان. هل نقدر نقول ان الجمعيات الاهليه او اللي عملت في مجالات حقوق الانسان والجمعيات اللي ممكن تكون موجوده في مصر بتحاول انها توصل للانسان المصري حقوقه، تشتغل على ملف الرقابه ده وتحاول انها تكون بقى فعلا بشكل جديد تقدم نفسها للمجتمعات؟ لانه حضرتك تعلم ان الصوره يعني اهتزت شويه في الفتره الاخيره بالنسبه للجمعيات اللي عامله في حقوق الانسان. مش لكل الجمعيات ما احنا بنقول يعني اختلت شويه. احنا عايزين نقول ان بعض الجمعيات اللي هي المموله من الخارج بتشتغل لاهداف خارجيه، لكن طبعا الجمعيات اللي هي بتقوم على الجهود الذاتيه في مصر وعلى اهداف تخص الشعب المصري، دي جمعيات بتكون اهدافها نبيله واهدافها لصالح المصريين. عرفنا حضرتك الجمعيه المصريه كده لحقوق الانسان؟ طبعا احنا بنحاول نحقق لكل انسان يعني ايه حق الانسان وازاي ياخده وازاي نقدر ان احنا نديله حقه. ومن ضمن مهمنا طبعا الرقابه على الانتخابات والرقابه على جميع الانتخابات، اذا كان استفتاء او اذا كان انتخابات رئاسيه او اذا كان انتخابات مجلس الشعب، توعيه المواطن ايه هو حقوقه وازاي يمارس دوت وازاي ما يتضمش حقه وهو بيمارسه. طبعا عن طريق ان احنا بنقول له القوانين بتقول كذا وتوزيع منشورات، وطبعا توعيه المواطن في التعامل مع الجهاز الشرطي وايه حقه تجاهه وايه حق الشرطه قصاده برضك عشان يعرف يتعامل معاها. كل الحاجات دي من ضمن المهام اللي بتقوم بيها الجمعيه. طيب. غير طبعا مساعده في حل جميع المشاكل
مشاكل على جميع المستويات. تمام. بس تقبل المشكلة- المجتمع المصري الحقيقه يا سياده المستشار، بس خلينا نقول برضو في الفتره الاخيره اللي الجمعيات العامله في حقوق الانسان قل شويه، لا صح؟ بالعكس، الجامعات اللي لكن شغاله امتى؟ ما انا بقول لحضرتك قل شويه، مش كل الناس. لكن احنا عايزين نقول انه الناس دي بتحاول، يعني كتير منهم بيحاولوا يشتغلوا زي ما حضرتك قلت دلوقتي لحقوق الانسان المصري او المواطن المصري. مثلا حضرتك اتكلمت دلوقتي عن انكم هتوعوا الناس بضروره الانتخابات وضروره التصويت، وان هم يعرفوا ايه اللي ليهم عند الشرطه وايه اللي الشرطه ليها عندهم. لا، خلينا نقول ان كان برضو بعض الناس بتتخيل ان الجمعيات دي تشتغل فقط ضد الشرطه، والكلام ده مش كلام مش كلام حقيقي. اصلا الشرطه تلجأ لنا كمان لما بتظلم هي كمان. لما يكون جميل. حد ما احنا عايزين نوضح اهو، بيتظلم بيلجأ لنا عشان خاطر نجيب له حقه من الحكومه او من الجهاز اللي هو وزاره الداخليه. يعني احنا اصلا بنخص حقوق الانسان بصفه عامه، مالناش دعوه اذا كان شرطي او اذا كان في الجيش او اذا كان كل مواطن او شخص مصري جوه مصر بيظلم في حق من حقوق الانسان بيلجأ لينا، بنساعده على ان نجيب له حقه ده بالطرق القانونيه. طب استعديتوا للانتخابات ازاي يا سياده طبعا المستشار؟ احنا دلوقتي استخرجنا الايديهات اللي هي بتاعت الرقابه على الانتخابات وابتدينا بكل نوزع سهوله للناس. ولا كان في صعوبات بتواجهها؟ لا سهله طبعا، سهله جدا. بس في بعض الجمعيات اللي هي ليها اهداف خارجيه طبعا او ليها انتماءات معينه، دي اللي ما خدتش من حق الدوله انها تقف قدامها من وجهه نظر طبعا حضرتك. لان اصلا هي هتفسد العمليه الانتخابيه، ده قانوني. صحيح. فبالتالي ما ينفعش ان هو يخش ويمارس مهام في افساد العمليه الانتخابيه، ما ينفعش. نتمنى يكون لنا لقاء ان شاء الله يا سياده المستشار بعد الانتخابات ونشوف يعني ملاحظات حضراتكم عليها باذن الله. نرجع لك دكتور جميل، واتكلمنا على نقطه مهمه جدا، الجمعيات الاهليه. حضرتك ليك اضافه في المجال ده، ان ممكن الجمعيات الاهليه تشتغل مع الدوله في الفتره القادمه لاحكام فكره الرقابه دي، اذا كانت مؤسسات الدوله نفسها الخاصه بالرقابه الحقيقه لا مش ناجحه قوي، يعني فيها مشاكل طبعا. هل ممكن يشتغل القطاع ده مع الدوله، كلنا نشتغل مع بعض كده، يبقى في مصالحه بيننا وبين بعضنا، نشتغل في صالح الدوله كلنا؟ بص حضرتك، احنا بنتكلم على مجتمع مدني. يعني الجمعيات اللي هي جزء من المجتمع المدني طبعا. مشاركه المجتمع المدني ورقابته على الحكومه هي اللي احنا، خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، احنا ما بنقارن الثلاث شهور الاولى بالسنه اللي فاتت، احنا بنقارن ايه بايه. انا عايز افكر الناس بمرسي ميتر. فاكره حضرتك ال 100 يوم قد ايه دي كانت عامله ضغط على الحكومه؟ دي كانت رقابه شعبيه، هي دي كانت اي رقابه، ما كانتش في اي جهه رقابيه بتراقب عليه، دي كانت رقابه شعبيه وكان ضغط شعبي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. بس نجحت مصر انها تستغل الفكره البسيطه دي، وانها من خلال التواصل والضغط انه كرئيس يشيل همها. احنا عايزين ده من المجتمع المدني، وعايزينه من سياده المستشار يعني يشتغل عليه. احنا محتاجين ان هم يزودوا شويه من ان هم يتابعوا ويعملوا رقابه على الحكومه، عشان دول بيساعدوا كتير قوي الجهات الرقابيه، لان الجهات الرقابيه عندها مشكله كبيره جدا على فكره. الجهات الرقابيه نفسها، انت حرري بقى الجهاز المركزي للمحاسبات من كل قيوده عشان يعرف يشتغل، حرري مجلس الشعب من كل قيوده عشان يعرف يشتغل. تكون على الجهات الرقابيه ما بتخليهاش تقوم بعملها على اكمل. ما ينفعش يكون تابع لرئيس جمهوريه، ده لازم يكون جهه مستقله. ما ينفعش ترفع تقريره لوزاره الماليه، انت بترفعه ليه لوزاره الماليه؟ انت لازم ترفع لمجلس الشعب، اساسا تقريرك لازم ترفع لمجلس الشعب. معنى كده احنا محتاجين قوانين جديده تعدل ده. رئيس الجمهوريه هو راس السلطه التنفيذيه، مجلس الشعب بقى المفروض ان هو يشتغل، المفروض انه يشتغل، ولازم نحط اليات لكيفيه وقفه. حتى لو في خلل في حته تاني، ما ينفعش ده يمتد لمجلس الشعب والمحليات. احنا عندنا مشكله في الحته دي، عندنا مشكله في ان احنا ازاي نحافظ على استقلاليه الجهات الرقابيه في مصر. دي من اكبر التحديات في مصر. هو الدستور الجديد اداهم استقلاليه طبعا. طبعا. طيب هنقف مع حضراتكم في فاصل سريع، وبعد الفاصل بنستكمل كلامنا وحديثنا عن يعني ايه رئيس. نروح مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه. مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكره بشروطك، دي بشرة خير. قوم نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكان العدا. كلمني
حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه بنستكمل حديثنا عن يعني ايه رئيس. برحب بحضراتكم مره ثانيه دكتور جميل وسياده المستشار مجدي. الحقيقه بس اغنيه مبدعه ما ينفعش نعديها كده. دكتور جميل ايه رايك فيها وسياده المستشار؟ شيء رائع للحث على المشاركه وان ننزل كلنا مع بعض وان قوتنا في لمتنا مع بعض، يعني شيء رائع الحقيقه. طبعا يعني اجمل ما في الاغنيه البساطه، يعني بصراحه يعني بصراحه انا جدا. بحييكم على التقرير وعلى الاغنيه وعلى الاختيار، ربنا لانها يكرمك يا بتنقل قد ايه البساطه والشعب المصري. احنا شعب والله شعب يعني انا عايز انتهز الفرصه بس واحيي كل المصريين في الخارج. احنا عندنا 8.5 مليون مصري في الخارج. انا حابب ابعت لهم كل شهاده تقدير صحيح. وشكر صحيح. على اللي شفناه الثلاث اربع ايام اللي شيء فاتوا دول. مشرف والله، مدوا لهم التصويت كمان يوم. ايه مدى احساس بالمسؤوليه، ايه مدى الوطنيه دي، وايه مدى الاحساس ناحيه البلد بالمسؤوليه. ازاي الرئيس القادم يقدر يستغل المصريين في الخارج، ازاي يقدر يشتغل عليهم. صحيح. وتوضح بس ثورة. فكره كمان مهمه قوي، انه اللي احنا عايشينه الحمد لله هو ثوره مصريه سليمه 100%، وانه الناس نزلت تصوت. لو الناس مش مقتنعه ان دي ثوره مصريه صميمه 100% ما كانتش نزلت تصوت، والبالذات اللي في الخارج كمان مش اللي في الداخل لسه. في نقطه لازم ناخد بالنا منها كلنا، اتفضل. ان خلاص ما بقاش في مصري هيسكت بعد كده. دلوقتي المصريين بيشاركوا وبيعملوا اللي عليهم للاخر. صحيح. عشان اللي يجي لازم ينجح، لان لو ما نجحش كل اللي نزلوا دول هيبقى اديهم كمان مره نازلين ضده برضك. لازم يخلي باله النقطه دي ويخليها قدامه قبل اي نقطه، ان المصريين مش هيسكتوا خلاص. ما فيش حاجه اسمها تخاف عليهم. المصري زي ما يكون مارد وخرج بره الامم بتاعه، ما ينفعش ان هو يسكت بعد كده. فدي اكبر رقابه موجوده، واهم من الرقابه بتاعت الحكومه، واهم من اي رقابه. هي دي اللي كانت فعلا زي ما قال زميلي دكتور جميل، ان فعلا ال 100 يوم الشعب كان مستنيهم بفارغ الصبر عشان يشوفوا هينجح ولا هيفشل، وبعد كده ابتدى الفشل ورا الفشل. فبالتالي الرئيس اللي جاي من اول يوم هم مستنيينه برضه، من اول ساعه ومن اول دقيقه، لان الشعب خلاص اقتنع ان هو ما عندوش وقت يضيعه. الشعب دلوقتي مش عايز عجله انتاج، الشعب عايز صاروخ انتاج، عايز العجله دي خلاص كانت فتره وراحت، ما عادش سرعه، وعايز ان هو يشتغل. يعني الشعب كله بيقول لك عايز اشتغل، عايز احقق عداله اجتماعيه، عايز اعيش. فبالتالي الشعب ما نزل كان نازل عشان الامل وعشان يعيش، مش نازل عشان خاطر يجي له رئيس تاني يقول له هننام تاني وهنرجع لنظام حسني مبارك والانظمه القديمه. ما ينفع، كل ده مش هينفع. تمام. فيخلي باله من الكلام ده كله. تمام. طيب دكتور جميل، الحقيقه لفت نظرنا كل المصريين في الاغنيه الحديث عن الحلايب وعن النوبه الجمال. يعني بتهيألي من الملفات المهمه جدا لرئيس الجمهوريه القادم الحديث عن النوبه والحديث عن النوبه الجمال. واحنا سمعنا مؤخرا عن اجراءات عاجله لتطوير حلايب وشلاتين. تقريبا كانوا مخصص لهم 35 مليون تقريبا كاجراء عاجل كمان لتطويرهم. محطه اذاعه تقويه لمحطه ارسال. لا وفي مشروعات كتير. عمرنا ما كنا بنشوف انه حد بيتكلم ولا بيروح اصلا. المسؤولين ما كانوش بيوصلوا حلايب وشلاتين. اعتقد ان المسؤولين اللي راحوا اعتقد استخدموا اكتر من وسيله مواصلات، ونزلوا في مطار ناس بناس تقريبا عشان راس بناس علشان يقدروا يوصلوا. يعني شيء على فكره صعب جدا، والمسؤولين راحوا وحاولوا ان هم يعملوا حاجه. لا وفي مشروعات كتيره قوي يعني بدانا نسمع عنها. ربط الكهرباء بالسعوديه، وقناه السويس بجنوب السودان وجيبوتي وكم بلد تاني او اثيوبيا. وبدانا نتكلم عن الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه، فيها مشروعات بتتعمل. لا انا شايف ان في حركه، يعني في حركه. امبارح كان المهندس ابراهيم محلب موجود في اسوان. يعني الحقيقه جولاته ما شاء الله بجد. رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب في حتت فعلا مهمه جدا، الوادي الجديد مره واسوان مره ثانيه، وراح المصانع في المحله. يعني هل ده يعني بدايه كده لشكل نتمنى بقى نشوفه في رئيس الجمهوريه، مش بس في رئيس الحقيقه هو المهندس ابراهيم محلب مجتهد جدا ونشيط جدا، يعني على الرغم من يعني اني بختلف في بعض الحاجات اللي اتعملت. يا ريت تقول ايه اللي حضرتك شايفه انه ممكن ان شاء الله في الفتره الجايه يتعدل. ايه يعني مثلا قطاع البترول والتعدين، انا عندي فيه ملحوظات كتيره جدا، وعندي ملحوظات في كل الاجراءات اللي بتتم. في الوقت اللي بنطلع فيه بنسمع تصريحات من الوزير بان هو بيحافظ على الخامات المصريه وان هو يصنعها محليا، بيعمل عقد مع الكويت عشان يصدر شهريا خامات ونفط خام. طبعا انت بتتكلمي في حكومه بترتجل. طبعا ما اقدرش اقول حاجه على المحصل، طبعا ده انت بتتكلمي في حكومه بترتجل اقتصاديا. انت قطاع التعدين كله، قطاع التعدين والبترول محتاج اعاده صياغه. احنا عندنا مشكله كبيره جدا. المفروض ان قطاع التعدين والبترول يمثل ثروه لمصر. ده دلوقتي هو بيمثل عبء على مصر للاسف الشديد. بمعنى ان احنا الشركات الاجنبيه والمصريه مثلا، هديكي مثال بسيط جدا. بنتفق معاها ازاي كقطاع بترول للكشف عن البترول والتعدين. بنتفق معاها بحاجتين، يا اما حاجه اسمها بروفيت شير او نسبه مساهمه ربح، او كوست ريكفري استرداد تكاليف.
فطبعا انت دي في ظاهرها الكلام حلو قوي، وهم بيفتخروا قوي ان احنا عملنا، ان مصر عملت معاهم بروفيت شير بمبلغ كذا، لكن الحق والواقع اكتر من كده بكتير. لان انت بتتكلمي لو انت بروفيت شير، لو هو عمل ايراد ب 100 بيسجل لك 99، فبيوزع عليكي دولار انت وهو بتتقاسميهم، وده طبعا ده خادع. يبقى البروفيت شير الاتفاق اللي بيننا وبين الشركات ديت ده اتفاق خادع. ولو احنا عملنا كوست ريكفري، هم اللي بيعملوا الكوست بتاعتهم، مفيش اي رقابه عليهم، وقطاع التعدين والبترول متجمد تماما في رقابه حقيقيه على الناس ديت. دي ادي حضرتك ازمه ثانيه. الشكل، ما احنا عشان نعرض الشكل ده يا دكتور جميل مهم قوي نقول الشكل الصح المفروض يبقى ايه. ممكن احنا ما نكونش يعني مستوعبينه، او الساده المشاهدين مش مستوعبين ايه الشكل الصح المفروض يتعمل في هذا القطاع. بص حضرتك، احنا عندنا شغل في القطاع ده كبير جدا، شغل تشريعي وشغل قانوني وشغل في اعاده صياغه قوانين الاستثمار. لازم نعيد صياغه قوانين الاستثمار والعقود اللي بنعملها مصر. لازم نشوف ثروات مصر ديت عشان تطلع، دي شروط كتيره قوي عشان نطلع ماده خام بره مصر. فهو ده، هي دي من ضمن الملحوظات اللي كانت على بعض تصرفات افراد الحكومه. لكن طبعا لا يؤثر تماما ان الباشمهندس ابراهيم محلب حد محسسنا بحركه على الاقل، ودي حاجه مهمه جدا. ومش محسسني ان هو رئيس مؤقت، ومش مش محسسني ان هو جاي رئيس وزراء مؤقت وهيمشي. لا، انا حاسس ان هو بيكمل. احنا بنتكلم على خطط ل 2015. احنا عنده يعني انا عايز ارجع لموضوع الرئيس طبعا عنده تحديات كبيره جدا. مبدئيا لازم يشتغل على الفجوات الكبيره قوي اللي في مصر اللي احنا قلنا عليها. لازم يشتغل على الاقتصاد المصري. احنا بنتكلم في اقتصاد حجم الدين الداخلي والخارجي 100% من الناتج المحلي. احنا بنتكلم في كارثه. احنا بنتكلم في احتياطي نقدي 17 مليار دولار. ودايما على فكره يعني عندنا مشكله في المعلومه، دايما ما بيكملوناش المعلومه. كل اللي بيطلع يقول لك الاحتياطي النقدي 17.4 مثلا مليار دولار، ما بيقولش بيغطي وارداتنا بكام يوم او كام اسبوع، لان هي دي اهم معلومه. مش مهم هو ده المقياس الحقيقي، مش مهم الرقم. فدايما تلاقي تصريحات المسؤولين، انا عندي برضو مشكله كبيره في الحته ديت، بيديكي دايما ربع الصوره، ونقعد احنا نتكلم على ربع الصوره وثلاث ارباع الصوره احنا مش عارفينها. دي بقى نقطه يا دكتور جميل هي تطلبها من رئيس الجمهوريه القادم. قواعد البيانات في كل حاجه مفقوده في مصر. يعني انه يعني مثلا بجد مالكش قاعده بيانات انت وارداتك كام، صادراتك كام، مالكش قاعده بيانات انت منتجاتك الزراعيه دي كافياك ولا لا، محتاج ايه، مين بيصدر مواد خام، مين سايب المواد المصنعه. كل الكلام ده صح؟ انا هقول لك حاجه كويسه جدا. انت مش كده وبس، ده انت اللي مسجل عندك كارثي. يعني ما بالك لو ما سجلتيش، يعني ما بالك اللي ما تسجلش. يعني لما اقول لك ان مصر بتفقد في اليوم الواحد 90 فدان اراضي زراعيه. في اليوم الواحد. لما اقول لك ان احنا الاراضي الزراعيه استصلاحها قل 43% عن السنه اللي فاتت. لما اقول لك ان احنا بتتكلم الحكومه على انها عندها مليون فدان جاهزين للاستثمار الزراعي. الرئيس القادم هينفذ اللي انا بقوله ده كله وهيكمل على الحكومه، ولا هيجر خط ويبدا من جديد؟ دي كارثه، دي مهمه جدا. لازم كل اللي جاي يشتغل وزن دستور وسياسه وقانون. بس قول لي قانون احترمه، ما تقوليش قانون محاجر بيبيع ثروات مصر ونحترم القانون مؤقتا، بس لغايه ما يجي حد يشتغل على القوانين. انت عندك الذهب برضه نفس الفكره اعتقد، برضه في شركات. ما هي مناجم الذهب، ما هو المحاجر والذهب. والذهب معاها صح، واخده نفس الفكره، والذهب مصر كله بره ويطلع لك بعد كده المواد. يعني الحقيقه نتمنى بجد الملفات دي تتفتح وبقوه الفتره الجايه ان شاء الله. نرجع لحضرتك سياده المستشار، والاصوات بقى ان شاء الله الفتره الجايه مهمه جدا. احنا عايزين نعرف اهميه صوت المواطن المصري الرئيس الجمهوريه اللي هيختاره هتكون ايه المره دي بالذات غير اي مره ثانيه؟ المره دي بتحدد مصير مصر. فزي ما تقول كده، حتى لو مش مقتنع انزل ادي صوتك. ادي صوتك للي انت حاسس ان هو هيغير مصر ويحقق احلامك، لان احلام المواطن او تجمع احلام المواطن هي حلم مصر. صحيح. اهم من اي شيء، لكن اللي مش هيحقق احلامك ما تختاروش. فده اللي احنا محتاجينه. انت اقعد كمواطن كده مع نفسك واقعدي مع نفسك وشوفي لازم يفكر في ده هيفيد مصر بايه او هيفيدني كشخص بايه واسرتي، لان تجمع الفايده بتاعت المواطنين هي مصلحه مصر. ده اللي احنا محتاجينه في اللي جاي، وعلى اساس ده اختار، عشان اما تختاره وتديله الفرصه ويرجع ما حققش احلامك ساعتها انت برضك اللي هتشيله. صحيح يا سياده المستشار. نقف مع حضرتك مع دكتور جميل في تقرير سريع، وبعد التقرير نكمل كلامنا، انتظرونا. بالنسبه للرئيس القادم طبعا احنا ندعمه ازاي؟ احنا نعمل بجد فعلا من ضميرنا كده ونخاف على عملنا. الموظف او العامل يقضي دوره في العمل جيد جدا، ما يزوقش من العمل او كده، لازم يقضي دوره في العمل بجهد وتعب. تاني حاجه ان احنا نسد الرئيس ان احنا ما نخربش،
محدش يخرب، محدش يعتدي، محدش يعمل اي حاجه غلط في البلد، يخرب او يعتدي او يعمل طلبات فئويه ويوقف حال الدنيا او اعتصامات والحاجات دي. لما يجي وقتها هتتحقق ان شاء الله، مش وقته اساسا يعني. فالناس ما تعطلش الدنيا، الاعتصامات، الاحتجاجات، المظاهرات زي 6 ابريل والناس دي كلها دي بتعطل حركه البلد. المفروض ان احنا نتكاتف مع بعض، نعمل بجد وبعرق ونخاف على البلد. ولو شفنا اي اشخاص فيهم شبهه غريبه نبلغ عليهم، او اي جسم غريب، دي مساعده مع الرئيس القادم. هو يجب على الشعب المصري ان شاء الله بعد ما ياخد استحقاق الرئيس ويتعرف مين هو الرئيس اللي هو طبعا انتخبه، اي انسان انتخب واحد معين، وان شاء الله ده قريب يعني احنا نقف وراه، ان احنا نعمل نزود الانتاج، نخفض استهلاكاتنا من كل شيء، سواء النور والميه والمنتجات، وتخفيف الاعباء، تخفيض النفقات، محاوله رسم خريطه جديده، يعني الشعب يرسم خريطه لنفسه ويتبناها مع الرئيس، ان هما الاثنين ينفذوها على اساس يعني البرنامج اللي هيعمله الرئيس. والبرامج كلها متشابهه عموما، لان الملفات كلها متشابهه، مفيش حد لا مؤاخذه رئيس يعني هيخترع حاجه، هي كل الملفات متشابهه، وهي كل الملفات اللي في ايد الرئيس اللي هو عايز يحققها هي عباره عن ما جاء في الثورتين 25 و30 او في اي ثوره في العالم، اللي هي العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه واعاده توزيع الدخل والاستثمارات والوظائف والصحه، دي حاجات ملفات معروفه في العالم كله. لابد ان الرئيس القادم يبقى الشعب حبه، ده اهو اهم بند. لو الشعب حبه هيحصل نوع من الهارموني كده، ان هو يقدر هيبقى فيه يستمع ليه. لو قال له ان احنا في مشكله اقتصاديه معينه هيستمع ليه وهيتقبلها بصدر رحب. دي اهم حاجه، ان انت يبقى في تواصل بين الانسان المصري دلوقتي شريك في السلطه، ما عادش زي زمان كمالة خانة، دلوقتي شريك في السلطة بينزل ويدي صوته. عشان انت تحافظ على المشاركة في السلطة لابد ان انت تقدم كل السعي وكل التعاون مع الرئيس القادم بأي صور من الصور، لان المرحلة الجاية محتاجة تضافر ومحتاجة تعاون كل الجهات. محدش هيقدر يشتغل لوحده، الرئيس لوحده مش هيقدر يشتغل، ده عبارة عن فرد فقط في داخل منظومة كبيرة جدا. يبقى لازم كل واحد داخل المنظومة دي يقوم بعمله على أكمل وجه على أساس تتحقق كمالة هذه المنظومة. ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه بنستكمل حديثنا عن يعني ايه رئيس. لسه مشرفنا المستشار مجدي ياسين ودكتور جميل محمد، بنرحب بحضراتكم مره ثانيه. يمكن دكتور جميل وسياده المستشار اتكلمنا كتير قوي عن المطلوب من الرئيس القادم. ايه المطلوب من المواطن؟ يمكن في التقرير بعض المواطنين وضحوا ده، يعني المواطن قال لازم نشتغل وبعد ما ناخد الاستحقاق الرئاسي، وبيستخدم كلمه الاستحقاق ده لانه يعني بقى عارف انه ده حق ليه. قال ان احنا لازم نشتغل ولازم ننتج ولازم نعمل حاجات كتير قوي. يعني فعلا زي ما الرئيس مطلوب منه حاجات، المواطن المصري لازم برضو يختلف شويه. المواطن اتربى في نظام مبارك والحقيقه اتعود على اشياء سلبيه كتيره جدا واخلاقيات سلبيه كتيره جدا في مجال عمله. لازم بقى يرجع للمواطن اللي كان موجود قبل الفتره دي. انا بحب اوجه رساله للمواطن المصري، بقول له ارجوك خليك مواطن مصري. يعني نفسي تبقى مواطن بمعنى الكلمه. ازاي يا دكتور جميل؟ لازم تحب البلد دي وتشتغل عليها. البلد فيها حاجات سلبيه مش مختلفين معاك، انت عندك مشكله ماديه مش مختلفين معاك، احنا عندنا 3.5 مليون عاطل عايزين نشتغل عليهم. ده مواطن عامل لك مشكله، وجوده من غير شغل دي كارثيه. كل ده ضغط عليك انت، ضغط على المواطن حتى اللي شغال قبل اللي مش شغال. ما هو المواطن برضو الحقيقه عشان نبقى برضو معاه، هو المواطن في عصر مبارك اللي سكن العشوائيات، اللي كل من اكوام القمامه، المواطن اللي شاف ان في اجور بالملايين في وقت ما هو اجره يعني حتى الحد الادنى ده اللي سمعنا عنه كتير قوي ما خدش منه حاجه. في بعض الناس عايشه 80 جنيه في الشهر و100 جنيه في الشهر بمعاش السادات والحاجات اللي حضرتك تعرفها دي، ومع ذلك المواطن عايش يعني. فهو برضو كان مطحون. لكن في بعض الناس اتعلمت سلوكيات بشعه في هذا العهد، في العشوائيات وفي البلطجه وفي الاجرام والدراما اللي كانت موجوده، وبتساعد انه المواطن اللي بياخد حقه بس هو المواطن اللي بيستخدم السلاح، والمواطن اللي عنده سلوكيات كلها خطأ.
المواطن ده بقى يعني هل المفروض يغير من نفسه، وهيغير من نفسه امتى لما يلاقي ايه عشان يقدر يغير من نفسه؟ طبعا حصل تحول سلوكي واخلاقي في ال3 سنين اللي فاتوا فعلا. يعني انت مصر دخلت في مرحله انها محتاجه تواجه التحول السلوكي والاخلاقي دوت. فعلا احنا بقت عندنا مشكله. بس صدقوني المصريين ابسط، يعني امور المصريين ابسط من كده بكتير. كل ده لو في زي ما قلنا المجتمع المدني والشعب عليه ان هو يبدا يعمل الضغط على الحكومه ويبدا يراقب حاجته. يا جماعه الدستور ده بتاعكم، والبلد دي بلدكم، والرئيس ده بيشتغل عندكم، والحكومه دي بتشتغل عندكم. انتوا لازم تاخدوا المنظور ده وتراجعوا على الناس دي. ما ينفعش نسيبهم وننام. احنا لو سيبناهم هيعملوا اللي هم عايزينه، لكن طول ما احنا بنتكلم وبنكتب في مقالاتنا وبنطلع في التلفزيون نقول لا ده غلط، لا اعمل كذا، خلي بالك من ده، صدقيني احنا هنوصل. انت عايزه ايه من شعب كان بيتكلم في الكوره وكانت كل ثقافته كرويه؟ بقى لنا 3 سنين ما بيتكلمش غير في السياسه. انزلي لابسط واحد في المجتمع المصري كلميه يتكلم في السياسه ولا كانه يعني متربي في اجواء سياسيه. الكوره ده يا دكتور جميل كان طبعا وسيله من وسائل التغييب الشعب، يعني بيتكلم عن الكوره وناسي اي حاجه تانية ممكن تكون موجوده في البلد. يعني سياده المستشار عليكم دور كبير جدا كقطاع اهلي زي ما الدكتور جميل اشار في توعيه المواطن المصري باللي ليه واللي عليه. يعني احنا زي ما بنقول رئيس الجمهوريه مطالب باشياء كثيره جدا، ملفات كثيره جدا شائكه لازم يفتحها. كمان المواطن يفتح ملفاته الشائكه وكده ويقعد مع نفسه شويه. هو طبعا من حق المواطن ان هو يشتغل، دي اول حاجه. فبس بالتالي فرصه العمل بقى موجوده ولا لا الحقيقه؟ انه يشتغل والحكومه توفر له العمل ده. فبالتالي المواطن انا بتمنى ان هو ما يلاقي فرصه شغل كويسه وبتجيب اجر له كويس، ما يجيش يطالب بقى بالاجازه والراحه والكلام الفاضي اللي احنا كلنا اول ما اروح اشتغل طب المرتب كام؟ طب الاجازه امتى؟ طب الراحه امتى؟ دول ال3 اشياء اللي بيهموا العامل المصري اللي مضيعين مصر. تقبل فرصه العمل كمان، يعني الحقيقه مش لازم اكون زراعه، لازم يرضى بالموجود يمكن وبعد كده يحقق اللي هو عايزه بعيده شويه عن تخصصك. مش شرط يشتغل في مجاله، ممكن يشتغل في اي مجال تاني. انا في مبدا كده ونظريه احنا مقتنعين بيها او انا مقتنع بيها في حياتي، ان اللي بينجح في اي شيء ينجح في كل شيء. صحيح. دي اساس الحياه. لكن اللي يفشل في شيء بيفشل في كل شيء. بيوفر اجر وبيوفر ايوه، فبالتالي هو اللي مضيع العامل المصري عندنا. اولا ان هو بيروح يشتغل بيدور المرتب كام، الاجازه امتى، الراحه امتى. فبالتالي هو مش رايح عشان يشتغل. لكن لو رايح عشان يشتغل وهو من غير ما يشتغل جالك مرتب قليل، بعد كده هتتعلم، هتبقى عندك خبره، هتزود مرتبك بنفسك، هتخلي العمل محتاجك، هتجبر المكان ان هو يزودك. انت دلوقتي مثلا ما بتاخدش راحه، مع الوقت هتلاقي غصب عنك بيديك راحه عشان تديله انتاج اكبر. ما بتاخدش اجازه، مع الوقت هيديك اجازه عشان تديله انتاج اكبر. رمضان وفي 6 اكتوبر بتدور على عمال مش لاقي. القطاع الخاص كله متدمر بسبب العمال، مش لاقي عمال. احنا عندنا هنا بطاله مقنعه مش بطاله حقيقيه. ليه؟ كل واحد عايز يشتغل على مكتب، عايز ياخد مرتب ويروح ياخد المرتب وياخد اجازه وياخد راحه ويصيف ويعيش حياته، وفي الاخر مصر تبقى كويسه. فده كله ما ينفعش. لازم المفهوم بتاعنا كمصريين يتغير. ايه اللي خلى مع احترامي يعني الغني غني قوي وللفقير فقير؟ الغني الشريف، مش الغني اللي هو استنفع من قوانين مبارك ونظام فساد مبارك. لا، الغني الشريف دوت اللي هو يستحق الغنى اللي هو فيه عشان بيشتغل قد المواطن العادي، في نظري ما يعادل 6 مرات على الاقل. وطبعا الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال ان البني ادم اللي بيشتغل قد البني ادم العادي مرتين بيعيش كويس، اللي يشتغل 3 مرات بيعيش اهله كويس، اللي يشتغل اكتر من كده بيعيش حوالين منه كلهم كويس. فده القائد. فاحنا محتاجين ده. صحيح. حتى الرئيس اللي جاي لازم يكون كده، ما يجيش رئيس كسلان وقاعد لي في وسط الحرس وما بيظهرش علينا وخايف ومرعوب وفي الاخر هيقدم مصر. لا، ده احنا محتاجين نحس انك انت موجود في وسط الكناسين، موجود في وسط الاقتصاديين، موجود في وسط الاعلام، موجود في كل مكان. حتى لو انت مش موجود تكون موجود بافكارك وبنظرياتك اللي انت ارستها في وسط الناس، قدوه ليهم عشان تقدر تغير البلد دي. هو ده اللي احنا محتاجينه في اللي جاي. لان العقيده عند الناس لازم تتغير، ومش هتتغير الا بالقدوه من الرئيس والحكومه اللي معاه. وبعدين في ملحوظه مهمه جدا، الرئيس اللي جاي في مهام كتيره من مهامه اتخذت وراحت لرئيس الوزراء. يعني يعتبر الرئيس اللي جاي بيتمتع ب 15% من مهامه بس حسب الدستور الجديد. فبالتالي رئيس الوزراء عليه عبء كبير، بس الرئيس اللي جاي هيتعاون معاه. فبالتالي لازم يكون نجاحهم الاثنين مع بعض. ومجلس الشعب اللي جاي الاغلبيه اللي فيه هي اللي هتختار الحكومه اللي جايه. اذا ما فلحتش في كده الرئيس هو اللي هيختار. وبالتالي مجلس الشعب اللي جاي عليه عبء كبير قوي. والدستور الجديد بردك فصل ما بين السلطات اللي هي السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. فبالتالي في رقابه من ال3 سلطات على بعض. وفي اللي بيراقب ده كله اللي هي السلطه الاعلى اللي هو الدستور اللي ما حدش يقدر يخالفه، اللي هو يعتبر البرنامج بتاع الشعب كله اللي هو اقره واستفتي عليه. صحيح. هنقف مع حضرتك سياده المستشار دكتور جميل وفاصل سريع، وبعد الفاصل نستكمل كلامنا، انتظرونا. انزل وشارك في اللي جاي، قول كلمتك
دلوقتي بلدك محتاجالك همتك، بدك تغير يلا كمل ثورتك، دي أهم خطوة نبتدي بها الطريق، وبعدها ممكن نغير كل شيء، يعني نكون أو لا نكون حلمك قصادك لو يبوظ صار كل اللي اتبنى ده نهد فيه، ما بقتش خايف هنزل مهما يجرى ايه، هنزل واشارك صوتي اتحاسب عليه، قدام عينيا الاختيار ما سيبش بلدي للضمان خسارة كل اللي اتبنى ده نهد فيه، انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل اي فكرة جوا بالك تحبطك، دلوقتي بلدك محتاجالك همتك، بدك تغير يلا كمل ثورتك. ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه بنستكمل كلامنا عن يعني ايه رئيس، ومشرفنا المستشار مجدي ياسين ودكتور جميل محمد. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه برضه نفس الفكره، انزل وشارك. يعني مهم المشاركه جدا دكتور جميل. الحقيقه يمكن كلامنا ده كله ما ينفعش ان احنا نتكلم عليه ويعني ايه رئيس وانت عايز منه ايه غير لما اصلا تنزل وتدي بصوتك. ده دليل ان الشعب المصري قرر دايما، يعني دائما وابدا، انه يبص لقدام، انه يتكلم في المستقبل. الشعب المصري ما بيبصش وراه، اللي وراه والاحداث اللي حصلت اللي فاتت على المجتمع المصري مش هينساها، لكن هو باصص لقدام، مش هيفضل طول عمره باصص ورا. وده اللي بياخد ده اللي بياخدنا ليه ناس تانية. احنا عايزين نبص لقدام، احنا عايزين بكره هنعمل ايه، بس برضه نخلي بالنا من ان في ناس متعلقه في رقبتنا عن الماضي، دول هنفكر فيهم وهنتكلم عنهم، بس في المقابل احنا لازم الاول نرتب اوراقنا، لازم نحط سلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيه، ونحط رئيس ونحط قوانين، ونبدا نشتغل عشان نبدا نرتب اوراقنا، عشان كل واحد ليه حق ياخده، ايا كان هياخده من مين، وايا كان مين اللي خاطئ ومين اللي اخطا ومين اللي ما اخطاش، كل ده احنا هنشتغل عليه. بس الاول نرتب اوراقنا، لازم نرتب اوراقنا قبل ما نبدا الجيم. احنا فعلا لسه ما بداناش، سياده المستشار قال احنا لسه ما بداناش، فعلا احنا لسه ما بداناش، احنا لغايه دلوقتي بنحاول نرتب اوراقنا ونوافق اوضاعنا. تمام. طيب سياده المستشار، يعني يمكن وقتنا قرب ينتهي، انت شايف حضرتك انه من خلال شغلكم كجمعيات اهليه الناس حابه تنزل وتشارك اصلا؟ المره دي الناس لما نزلت 30 يونيو ما نزلتش عشان خاطر تشير رئيس في عداء ما بينهم وما بينه، او هم في مشكله ما بينهم هو، نزلوا عشان يرجعوا الامل اللي هو ضيعه على ايديه. فبالتالي الامل رجع للناس، فالناس عندها امل في بكره، عندها امل ان اللي جاي يتغير على ايد الرئيس القادم، وهم يعني العلاقه ما بينهم وما بين الرئيس اللي قادم اصبحت علاقه مشتركه، ان النجاح اللي جاي على ايدينا وايدك. فبالتالي الناس لازم هتنزل تشارك وهتنزل تختار اللي يحقق امالها وطموحاتها. تمام. امتى تقول انك كان اختيارك صح يا دكتور جميل بالنسبه لرئيس الجمهوريه؟ لو شفت منه ايه؟ اختياري صح لما يقفل كل الفجوات اللي اشتغلنا عليها، يحط ايده على الفساد ويشتغل عليه فعلا بجد، مش كلام، مش هنقضي على الفساد، الفساد اكبر بكتير، احنا لازم نشتغل عليه مجتمعيا. نحن نحارب الفساد ونحن نقف بيد من حديد امام الفساد والفاسدين والمفسدين. الكلام ده ما عادش ينفع. انه انا محتاج باختصار شديد كده، انا محتاج تحسين في كل المجالات. انا راجل واقعي، انا مش عايز منك طفره في كل المجالات لانك مش هتقدر. انا عايز الرئيس القادم يحسن في كل المجالات، حسن لي الصحه، حسن لي التعليم. لما تقول لي مثلا ان انت في شهر واحد 12 مليون جنيه انت عالجت مصريين في الخارج، او العلاج على نفقه الدوله في الخارج، وعندي ازمه في الصحه، لما تقول لي ان انت عندي، يعني لما تقول لي انك عمال تصرف وتقترض، احنا حجم الدين طبعا انا اشرت اليه، احنا 100% من الناتج المحلي، احنا بنتكلم في رقم كبير جدا، ومع ذلك وزاره الماليه عماله تتدين اكتر، يعني واخده 5 مليون جنيه من البنوك، وبتتكلم النهارده على 3 سندات في 2015، بتتكلم في 3 سندات ب 16 مليون، يعني رقم كبير جدا، او 12 مليون. البنوك كلها جايه لك عشان تديكي فلوس وانت هتاخدي، احنا بنتكلم في حجم دين اصبح كارثي. اللي هيسد كل الفجوات اللي احنا قلنا عليها واشرنا عليها في الحلقه ده هيكون رئيسي، اللي هيشتغل على الفقراء، اللي هيعمل عداله اجتماعيه حقيقيه، مش دعايه انتخابيه، انا هشتغل معاه، اللي هيعيش مع الفقراء وهينزل في ارض الواقع ويشتغل على الناس دي، احنا هنشتغل معاه. مش مسموح للرئيس القادم انه يتعدى او يتخطى احلام المصريين، مش مقبول، ومحدش هيسمح له، والدنيا كلها هتنزل ضده لو عمل كده. صحيح يا دكتور جميل، معاك اكيد برضه. سياده المستشار، الحقيقه يمكن وقتنا قرب ينتهي، امتى تقول انه مصر ماشيه على المسار الصحيح؟ كمان هل 4 سنوات المفترض انها هتبقى هي فتره حكم الرئيس القادم، هي المفترض تشوف فيها كل التعديلات اللي في الدنيا، ولا المفترض تحط فيها
بص يا حاج، يعني إحنا مسارات صحيحه، بس أصبحنا- نقف على الطريق، يعني عشان الناس برضو ما تبقاش طموحاتها اعلى بكتير قوي من اللي ممكن يحصل، بما انه الفساد كبير قوي، الملفات الشائكه كبيره جدا. ايه المفترض في الاربع سنين المواطن يبدا يحاكم بعدهم، يعني يشوف احنا ايه؟ دلوقتي في عصر المستحيل وتحقيقه. مم. عشان كده طبعا انا عندي فكر خاص غير فكر زميلي الدكتور جميل، اتفضل. ان لازم الرئيس الجاي يحلم بالمستحيل طبعا اللي هو فوق حلم ما هو نفس الشعب، فكر دكتور جميل عشان فكرنا يقدر كلنا. يحقق الممكن، لان لو حقق الممكن الشعب هيرضى. ايوه فبالتالي دي نقطه مهمه. فبالتالي الممكن احنا حاجه والمستحيل حاجه تانية. هو لازم يسعى المستحيل مش يسعى الممكن. ايوه فبالتالي لازم. هيقدر يحقق الممكن بالنسبه له هيبقى سهل. الممكن ده بالنسبه لنا موجود فده يعني احنا شويه. عايزينه بمنتهى القوه، والا فكده مش هيرضيني. هيرضيني ان هو يقدر في خلال اول ثانيه، لان احنا مش هنحاسبه بس بالاربع سنين. ثانيه اول ثانيه أول ودقيقه ثانية دي او طب فيها ساعه إيه؟ لازم يتحاسب على اساس ده، يكون له قرارات تقدر تغير الدنيا. انا عندي اللي عايز يثبت من ده، اول ثانيه قرارات. اللي يثبت ده الله يرحمه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. من اول ما جه ابتدى قرارات غيرت مصير مصر من ساعه ما جه، من اول ما اتخذ قرار الثوره وكان مع زمايله لغايه ما عمل التاميم، لغايه ما عمل المصانع، لغايه ما عمل، فبالتالي قدر يكسب المواطن الغلبان. احنا بالتالي محتاجين قرارات تقدر تخلي المواطن الغلبان يطلع يهتف باسمك في الشارع، تغير واقعه، تقدر تخلي كل واحد في مصر يشكرك. صحيح. هي دي العداله الاجتماعيه الحقيقيه، انك صحيح. تقدر تقلل الفجوه ما بين تحت وفوق، تقدر تخلي الميه تمشي من فوق لتحت ومن تحت لفوق. ده اللي احنا محتاجينه. صحيح صحيح دكتور جميل. دكتور جميل، الحقيقه يمكن برضو وقتنا بينتهي، مطلوب في الاربع سنين انك تشوف طفره في كل حاجه، ولا يعني بدايات في حاجات وطفره في حاجات تانية؟ يعني الشكل ممكن يبقى عامل ازاي عشان المواطن يقدر يحكم ويقول لا فعلا انا اخترت صح؟ انا متفق مع الرئيس القادم ان هو المسؤوليه والتركه ثقيله، بس عايزين نحافظ على الاعباء اللي وصلنا لها. يعني لما اقول لك ان انت عندك 3.5 مليون عاطل، حافظ على دوت ما يبقوش 4 مليون، ونحافظ على الباقيين عشان نشتغل على 3 عشان نرجع على 3 مليون دول. نخرج من انا عايزك تحافظ على اللي احنا وصلنا له. لما اقول لك ان حجم الدين بقى كبير قوي، لازم نوقف نزيف الاستلاف، ولازم نشتغل على القطاع الضريبي بشكل اكتر من كده شويه. يعني لازم نشتغل على تحسينه. يعني مفهوم الجبايه من المجتمع دي خلاص بقى مفهوم بقى صعب جدا. هقول لك حاجه بشكل تاني يا دكتور جميل. انت الاربع سنين بعد ما يخلصوا لازم تلاقي انه مثلا الموازنه العامه اتظبطت، انه لا بقى في مخزون مالي كبير في مصر. ايه الحاجات اللي لازم بعد الاربع سنين ان شاء الله تكون موجوده في مصر فتقدر تقول ان الراجل ده عمل حاجه؟ احنا عندنا عيب هيكلي في الموازنه العامه للدوله. الموازنه العامه للدوله 80% منها بتروح لاجور ودعم، دي كارثيه. احنا بنتكلم في حاجات كارثيه. احنا بنتكلم في تركه محتاجه يتكاتف كل الناس. المشاركه المجتمعيه ايها الرئيس القادم، الشباب، اوعى تتجاهل حد، اوعى تتجاهل حد، اوعى تتجاهل الشباب، اوعى تتجاهل المشاركه المجتمعيه، اوعى تتجاهل المجتمع المدني، اوعى تتجاهل حد، لان انت محتاج لكل بني ادم يديك نصيحه ويديك راي. لازم نشتغل على الموازنه العامه للدوله، لازم نبطل بقى قصه الضرايب، ان كل ما الموازنه العامه للدوله يبقى عندنا فيها مشكله نروح ناخد ضريبه. احنا بنتكلم في ضريبه اغنياء 5%. الكلام دوت يا جماعه هيأثر كتير. هي الضريبه بتحصل كام حضرتك؟ بتحصل 149 مليون، 149 مليار، 96 منهم على ضرائب الدخل. انت النهارده بتعمل ضريبه على الاغنياء 5% عشان تاخد منها ايه؟ 2 3 مليار. طب انت لازم ما قلتليش، انت ما فكرتش معايا وما قلتليش ايه تاثير ال 2 مليار اللي هيدولك الغني على 96 مليار بتوعك. انت لازم تشتغل وتكون واقعي. صحيح. اشكرك جدا دكتور جميل محمد، المستشار المالي والكاتب والمحلل السياسي. بجد يعني استمتعنا بوجود حضرتك معانا، كمان استفدنا جدا من حضرتك سياده المستشار مجدي ياسين رئيس الجمعيه المصريه لحقوق الانسان. عليكم شغل كتير جدا الفتره الجايه، والناس برضه بتشتغل في الاقتصاد وفي التحليل السياسي عليكم شغل كتير قوي. ويمكن هناخد من كلمه المواطن المصري اللي كان معانا في تقرير اللي قال احنا عايزين رئيس بيتقي الله. فعلا لو وصلنا للمرحله دي باذن الله هنشوف مصر مختلفه. بنشكر حضراتكم جدا على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده من مصر.